جبت لكم بقى فكرتين موجودين عندنا كلنا في دولابنا. الجزء ده جزء من فستان قديم والبنطلون الشهير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فكرتين جداد حبيت اشاركهم معاكم. ولو اول مرة تشوفوني، انا دعاء بقدم محتوى عن اعادة تدوير والافكار البسيطة. بتمنى تتابعوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة جبنا الجزء ده من الفستان، هو الفستان كان مفكوك. ده الجزء ده منه بس اللي احنا استخدمناه. ابتدينا ان احنا نقص على مقاسات البنوتة اللي محتاجة الفستان. هو كان في الاول بنقصه على انه ممكن يطلع بلوزة، بس حسينا ان هو ممكن يطلع حاجة اكبر، فعملناه فستان بديزاين ينفع بعد كده ان هي تلبس عليه اي حاجة من تحت، حتى لو استخدم ك تونيك وبعد كده يستخدم كبلوزة. الستايل بتاعه لايق ان هو يكون في الثلاث استخدامات. حاولنا ان احنا نعمل ربط بينهم بحيث ان البنت تفضل تلبسه فترة طويلة. اعادة تدوير، هرجع اقول دايما وهكرر ان هي متعة ومبدأ حياة، ان احنا دايما نطلع من كل حاجة عندنا شيء وما نحاولش ان احنا نهدر اي شيء. كده هيكون معانا الفستان اكتمل. بس طبعا زي ما انتم شايفين الخامة دي شفافة، فاحتاجنا ان احنا نعمل لها بطونة. هنعمل بطونة للفستان بأقرب لون موجود عندنا متوفر. لو حاجة باقية عندنا تمام. هنا طبعا احنا جبنا قماش للبطونة دي عشان ما كانش فيه بطونة مع الفستان. الفستان كان موجود منه الشفونة بس، والبطونة كانت مستخدمة لحاجة تانية. فجبنا اللون ده وابتدينا ان احنا نقص بطونة للدريس اللي معانا ده، وعملنا فستان كامل بحيث ان هو يكون طبقتين وعملي بالنسبة للبنوتة، في حالة ان هي تستخدمه كفستان، وفي حالة بعد كده ان هي لو هتلبس اي حاجة تحته. بتمنى يكون الفكرة واضحة وبسيطة. طبعا زي ما احنا متفقين ممكن ننفذ نفس ده بالظبط على تيشيرت او فستان موجود قديم موجود عندنا بنفس المقاسات، ويسهل علينا عملية القص. هنا الفستان نازل كالوش شوية مع الكشكشة اللي هي من الاطراف، والجزء اللي فوق اللي بقى زي ما انتم شايفين اللي احنا قصيناه. كل شيء قصيناه من القطع اللي معانا استخدمناه، ما اهدرناش اي شيء منه. وبعد كده هتشوفوا النتيجة، ودي كانت النتيجة بتاعة الفستان. بتمنى تكون الفكرة واضحة وبسيطة. لو طبعا مرحلة الخياطة دي مش متاحة بالنسبة لك، ممكن تبعتيه لأي حد هيقفلك الشغل، أو توريه لأي خياط أقرب خياط بالنسبة لك وينفذ لك نفس الفكرة لو عندك حاجة قريبة منها. إعادة التدوير هي مبدأ حياة. تاني فكرة معانا وهي الموجودة عندنا في كل بيت، وطبعا البنطلون ده عملنا منه حاجة تانية قبل كده، هبقى احط لكم الفيديو في صندوق الوصف اتفرجوا عليه. البنطلون ده هنعمل منه افكار كتيرة جدا. انا عارفة ان البنطلون ده موجود في عندنا كلنا، وبتحسي ان هو بعد فترة ما بيبقى ضيق لانه طبعا هو ما فيهوش لكرة، فبنحتاج ان احنا نعمل له اعادة تدوير بحيث ان احنا نوصل نستخدمه بدل الإهدار. وطبعا هو بيبقى بحالته لأن الاستخدام بتاعه بيبقى بسيط جدا. فهنا البنطلون هنا عملنا له الفكرة دي في فيديو تاني أنا كنت عاملة منه حاجات، هسيب لكم الفيديو في صندوق الوصف. ولو وصلتي معايا في الفيديو لحد هنا بتمنى تكون عجبتك الفكرة، وبتمنى تتابعيني على صفحاتي على السوشيال ميديا على فيسبوك وتيك توك، وهسيب لكم اللينك في صندوق الوصف. واتمنى تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ويا ريت تدعمونا بلايك. بعد كده بقى هنبتدي ان احنا زي ما انتم شايفين طبعا الفك زي ما احنا دايما بنتفق ان احنا ما نقدرش اي حاجة في الفك، وفي نفس الوقت ما نحاولش ان احنا نبوظ اي جزء من القطعة اللي معانا. يعني زي ما انتم شايفين حتى الاستيك انا حاولت اسيبه على جنب بحيث ان انا ممكن احتاجه. الجزء هنا بقى ابتديت ان انا اجيب بلوزه او بادي موجود عندي، اي حاجه للمقاسات اللي انت محتاجه تقصي عليها. قلت لكم يا جماعه سهلوا الامر على نفسكم، المهم ان انتوا تطلعوا قطعه بايسر الامور.
الجزء ده عملنا منه الجزء بتاع البلوزة اللي هو الأساسي، وأخدنا عمل ده الخلفي عشان خاطر فيه خياطة. هنعمل الأمامي بس هنا هنعمله بزراير، فهنكمل طبعا. هتلاقي طبعا هيعجزك، احنا دايما زي ما اتفقنا ان احنا بنشكل القطعة على حسب توفير القماش اللي موجود من الحاجة اللي احنا فكنا. هنعمل الجزء ده ونكمل احنا من بقية القماش جزء للزراير. فابتدينا ان احنا نعمل الجزء بتاع الامامي والخلفي. هنقص عادي خالص زي ما انتوا شايفين كده بكل بساطة على الجزء، على القطعة اللي احنا قصينا معاها على البادي، ونبتدي ان احنا نفك الجزء اللي هيبقى امامي. هنفكه زي ما انتوا شايفين كده، بعمل حوض الرقبة بوسع اكبر بحيث ان انا اميز الجزء الامامي. بعد كده هنبتدي طبعا نفك الحتة دي ويبقى من مكانه مكان زراير وعراوي كده. بعد كده يبقى فاضل هما دول الجزئين اللي فاضلين طبعا من القماش كله. ابتدي ان انا اظبط زوايا القص، واخد منهم جزء لكشكشة البلوزة وجزء للزراير. الجزء اللي احنا خدناه ده كده الجزئين بتوع الزراير اهم طلعوا معايا بكل سهولة. الزراير هنا هنركب على القماشة دي، هنحتاج في الخياطة ان احنا نركب فازلين عشان القماشة طبعا طرية، فعشان تبقى ثابتة بالنسبة للزراير. النتيجة بجد يا جماعة مبهرة وجميلة جدا. انا عن نفسي انبسطت منها جدا. انا كنت شايفة طبعا دايما ان الحاجات الداخلي لازم اعمل منها حاجة بيتي افضل حاجة يعني داخلي، لا بجد انبهرت من الفكرة دي. عملت منها بلوزة لطفلة 6 سنين تلبسها لحد سنة او سنتين قدام كمان. عملت فيها وسع واستك بحيث ان هي لما تحتاج توسع تاني تشيل الاستك هتقعد معاها فترة طويلة. اتبسطت جدا من النتيجة بتاعتها، وتنفع خروج وتنفع ان هي تلبسها في اماكن قريبة من البيت. جميلة وشيك ولذيذة، واللون بتاعها جميل جدا بالنسبة للاطفال. دي كانت النتيجة. بتمنى تعجبكم الفكرة، تستفادوا منها وتشاركوها مع اصحابكم، وبتمنى ان انتوا تبعتولي في التعليقات لو انتوا عملتوا الفكرة، او تبعتولي الصور على صفحتنا بحيث ان احنا نشاركها مع بعض. طبعا هي زي ما انتوا شايفين قبل وبعد بقى بالنسبة لكم مبهر، ان انتوا ممكن ما تصدقيش اصلا ان البلوزة دي طالعة من البنطلون اللي هو اصلا يعني ما كانش ليه قيمة بالنسبة لك او كنتي هترمي. هسيبكم مع الفكرتين، وبتمنى يعجبكم الافكار وتشاركوا معانا الفيديو، وتدعمونا بسبسكرايب ولايك. والسلام عليكم ورحمة الله.